السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا أدعو لوالدة جلالة الملك محمد السادس بالرحمة والمغفرة. رحم الله الأميرة ليلى لطيفة والدة جلالة الملك. لم يتمالك نفسه من البكاء، دخل في نوبة بكاء شديدة هو ونجله أثناء دفن الأميرة ليلى لطيفة رحمة الله عليها. لم يتمالك الملك محمد السادس نفسه، دخل في نوبة بكاء شديدة هو ونجله مولاي الحسن. في لقاء قديم لجلالة الملك قال الملك محمد السادس: أمي هي النور الذي يضيء لي حياتي، أحبها أكثر من نفسي. جلالة الملك كان يحبها حبا شديدا، وبرغم أنه ملك للمغرب ولديه مسؤوليات كثيرة ومهام صعبة ملتفة حوله، إلا أنه كان يخصص وقتا كل يوم يجلس فيه مع والدته، يتحدث معها ويستمع لها ويفعل المستحيل إسعادها. فكان خبر وفاتها فاجعة كبيرة وصدمة شديدة له. هذا الرجل الشامخ الذي ترونه أمامكم الآن في الصورة سيذكره ويخلده التاريخ. لقد فعل الكثير من أجل المغرب ومن أجل رفع راية المغرب عاليا. لقد أطلق مشروع مركب الميناء طنجة، وهو أكبر مركب في أفريقيا، وله دور كبير في تحسين الاقتصاد المغربي. الملك محمد السادس هو أول من أطلق القطار فائق السرعة، وهو أسرع قطار في أفريقيا، مما جعل السياحة تزدهر في المغرب. لقد جذب الاستثمارات العالمية في المغرب، وعلى وجه التحديد شركة رونو الفرنسية لصناعة السيارات. لقد اهتم بالمشاريع التي تخص الكهرباء، حيث أنشأ محطة نور لإنتاج الكهرباء، وهي أكبر محطات إنتاج الكهرباء في العالم. في الحقيقة إنجازات ومشاريع جلالة الملك محمد السادس لا حصر لها، وبعض الإنجازات التي ذكرناها لحضراتكم لا تمثل 1% فقط من عدد الإنجازات والمشاريع التي قام بها فخامة جلالة الملك. دمت فخرا للمغرب يا جلالة الملك. رحم الله والدة جلالة الملك محمد السادس وألهمه الصبر والسلوان، وفي النهاية أدعو لها بالمغفرة والرحمة. شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم جديدنا. شكرا لكم.